السلام عليكم. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالقشطة. هنعملها شكل محلات بره وأحلى. عايزة أقولك كمان إنها بتدوب في البق دوبان، والطعم بيكون حكاية. أنا معايا نص كيلو من الكنافة، جبته وبيته في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث إن أنا عايزاه تكون متلجة عشان تكون سهلة معايا في الفرك. هجيبها وانزل بيه في الكبة بتاعتي لأن أنا عايزاها ناعمة جدا. عايزه اقولك كمان لو انت فركتها بايدك هتكون سهله الفرك، ومش هتاخد معاكي تعب ولا وقت ولا مجهود. هركن البولة على جنب واجيب الكبة وابدا اديلها ضربة في الكبة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دي، لان انا عايزاها ناعمة جدا معايا. وعايزه اقولك كمان انت وذوقك في مطبخك، عايزه تضربيها تنعميها انت وذوقك، عايزه تنعمها نص ونص انت وذوقك. وده شكل الكنافة بتاعتي بعد ما ضربتها، شايفين؟ ناعمة وجميلة معايا. انا بقى عايزاها بالقوام ده، عايزاها تكون ناعمة معايا بالقوام ده. ومعايا معلقتين من السكر طحنتهم في كبة الخلاط، ويستحسن ان احنا ننزل بالسكر مطحون يا جماعة او سكر بودر. يستحسن ان احنا ننزل به مطحون لانه بديله كرملة وبديلها الشكل الذهبي وهي بتستوي. ومعايا كوباية من السمنة السايحة، ويستحسن لو عندك سمنة بلدي. هبدأ أفرك السكر والكنافة والسمنة مع بعض بحيث ان انا اغلف الكنافة بالسمنة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بايدك بقى وتديلها فركة فركة كده لغاية ما الكنافة تشرب بالسمنة نهائي. وده شكل الكنافة بعد ما شربتها السمنة. معايا الصينية بتاعتي دهناها من السمنة ومجهزاها. لو انت رغبة تدهناها زبدة ادهناها من الزبدة، لكن مديلها دهنة من السمنة. واخد تلتين الكنافة وابدأ افردها في الصينية بالشكل ده، واعمل حرف بالكنافة في الصينية علشان لما انزل بالقشطة بتاعتي ما توصلش جدران الصينية. لو وصلت جدران الصينية تتلسع معانا وتتحرق معانا. وبايدك بقى يديلها ضغطة كده بعزمك بقى، وضغط ضغط ضغط كده، وضغط على الجنوب الحرف اللي عملناه مع بعض، وضغطة بقى كده بايدك على الكنافة بالشكل ده. نسوي الصينية خالص عشان تطلع شكل بعضها، ما يكونش فيها جنب طالع وجنب نازل. بعد كده هعمل القشطة بتاعت الكنافة. انا معايا كوبايتين من اللبن، نزلت فيهم بمعلقة ونص من الدقيق، معلقتين هرميين من الكريم شانتيه، ومعلقتين من النشا، ومعلقة كبيرة هرمية من القشطة البلدي، ومعلقتين من السكر. عايزة اقولك بقى كمان لو متوفر عندك في اي سوبر ماركت اي نوع قشطة يمشي الحال معانا، وبالمضرب وتديلها ضربة كده ان احنا ندوب كله في بعض. افضل بقى اضرب فيها على البارد، نضربها على البارد ندوب كله في بعض. ونزلت فيها بنقطتين من الفانيليا. بعد كده اخدها على النار، وايدك ما تسيبش المضرب لغاية ما تتقل معاكي علشان ما تتكتلش معاكي. ايدك بقى تضربي فيها يعني تقليب 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 تقليب. عايزين القوام ده. بعد كده شايفين هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنزل بقى على الكنافة بتاعتنا وابدأ افردها في صينية الكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومنخليش القشطة تلمس جدران الصينية عشان زي ما اتفقنا مع بعض ما تتحرقش او تتلسع معاكي. وده التلت الاخراني من الكنافة هجيبه على وش القشطة بالشكل ده. برضو زي ما اتفقنا مع بعض ما يكونش معانا جنب طالع وجنب نازل، الصينية تكون متساوية زي بعضها. وبإيدك بقى وتفردها كده
وتدي لها بقى ضغطة بإيدك بالشكل ده. لو قبلك كتل من الكنافة هتفركها بإيدك طبعا، هتكون سهلة معاك، مش هتاخد معاك وقت. وده شكل الصينية بتاعتنا، هاخدها على الفرن. وده شكل الصينية بعد ما خرجتها من الفرن. شايفين بقى واخدة اللون الذهبي الجميل. عايزة اقولك كمان لو الصينية كنافة ثبت حروف الصينية بالشكل ده، تعرف ان هي استوت. لما تاخد اللون الذهبي من الجنوب تعرف ان هي استوت. طبعا كنت عاملة بسبوسة ومتبقى عندي شوية شربات من البسبوسة. بسبوسة شربات الكنافة بيكون تقيل وشربات البسبوسة بيكون تقيل. هنزل بالشربات على وش الكنافة بالشكل ده واسيبها لمدة 5 دقايق لغاية ما تشرب من الشربات. بعد كده اخدها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين بالشكل ده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طلعت جميلة معانا جدا ولونها ذهبي وجميلة معانا جدا، شكل كنافة المحلات. وانزل بقى ببقية الشربات بتاعنا على الجنب التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب السكينة ونقطعها ونشوفها مع بعض. شايفين بقى القشطة شكلها جميل ازاي في الكنافة؟ شايفين حبايب قلبي؟ ودي كانت حلقتنا النهاردة. عملنا مع بعض الكنافة بالقشطة، سهلة وبسيطة جدا وما خدتش معانا اي وقت في المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.